البنات اللي بتسأل ازاي اخسس دهون البطن، ازاي بطني تبقى فلات، وازاي انزل بطني، تعالوا اقول لكم نعمل ايه. انا الدكتوره نيفان رضا، اخصائيه تغذيه علاجيه وعلاج سمنه ونحل. اول حاجه، مفيش حاجه اسمها لازم انزل البطن بس، او ينفع ان انا انزل البطن بس، لا، لازم انزل دهون الجسم كله. البطن هي اصعب دهون، وهي اول منطقه بيتكون فيها الدهون، لكن محافظتك على نظام الاكل والتمرين الفرق بيبان. لازم تعرفي ان نزول البطن مرتبط 70% بنظام الاكل والتزامك فيه، و30% من التمرين والحركه والمشي. يعني لو قصرتي في حاجه منهم مش هتوصلي للنتيجه المطلوبه. طب ايه هي اكتر حاجات بتاثر في تكوين البطن؟ طبعا الوجبات اللي فيها الدهون والدهون المشبعه، زي الوجبات السريعه والفاست فود، طبعا دي اكتر وجبات بيبقى فيها دهون. نمره 2، المياه الغازيه كلها بكل انواعها حتى الدايت. تالت حاجة، السكريات والحلويات بتأثر كمان على دهون البطن. وفي نوع تاني من الدهون، ودي الدهون المفيدة اللي الجسم بيحتاجها. عشان نعرف نسبة الدهون في الجسم بعمل حاجة اسمها قياس انبادي، ودي بتبقى مرة في الشهر عشان اعرف استجابة دهوني للدايت. طب ايه الحل؟ بنبدل الرز العادي بالرز البني او الرز البسمتي، والسكر بسكر دايت او عسل نحل. المياه الغازية كلها ببدلها بعصاير فريش. العيش بدل العيش الابيض يا اما عيش اسمر يا عيش توست او عيش سن. الدهون والزيت والسمنه بمسلوق او مشوي او خضار ني. ايه تاني ممكن يأثر؟ السهر وقله النوم، وده من اهم العوامل المؤثره. يعني نومك بعد الساعه 12 بيخلي الجسم يفرز هرمون، ده اللي بيأثر على تكوين الدهون في الجسم. تاني حاجه، وجبه الفطار، ودي اهم وجبه لان هي اللي بتعلي حرق جسمي طول اليوم.